السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا سنة رابعة. كلنا ذاكرنا الدرس الأول أدوات تحديد المواقع وفهمناه كويس جدا، لكن أول مرة نتعرض لأسئلة لمادة الدراسات لأنها مادة جديدة، فطبعا مش عارفين الأسئلة بتيجي ازاي وهنجاوب السؤال ازاي. هنعرف مع بعض طريقة الأسئلة وازاي نجاوب بكل بساطة، وازاي نعرف رأس السؤال بيقول ايه وعايز مننا ايه. فركزوا معايا كده يا سنة رابعة علشان نفهم مع بعض بكل سهولة. السؤال الأول عندك هنا بيقول أكمل. أول ما أشوف أكمل يعني أنا هكتب على النقط هكمل المعلومات اللي مديهاني أو هختار من الكلمات اللي مديهاني فوق. يبقى هنا مديني كلمات فوق ما بين قوسين، هاخد منها وهكمل على النقط. يعني هنا مسهل الدنيا جدا، مش سايبني كده ان انا اكمل لوحدي، مديني انا هكمل من هنا. رقم 1 رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه. كلنا عرفنا التعريف ده وحفظناه. ده بقى كان تعريف ايه، او هنا بيتكلم عن مين؟ رسم توضيحي للارض ده معناه مفتاح الخريطة، ولا الرسم ده هو الخريطة نفسها، ولا مقياس الرسم، ولا عنوان الخريطة، ولا شبكة الإحداثيات؟ برافو عليكم، كلنا قلنا ان رسم توضيحي للأرض هو تعريف الخريطة. يبقى هنا هكتب الخريطة علشان بقى ما اتلخبطش، اعمل خط كده على الخريطة علشان ما اخدهاش مرة تانية. رقم 2 عنصر من العناصر الأساسية للخريطة، من العناصر الستة اللي احنا حفظناهم، بس بيوضح الألوان والرموز. مين بقى اللي كان بيوضح لنا الألوان والرموز؟ مفتاح الخريطة، ولا مقياس الرسم، ولا عنوان الخريطة، ولا شبكة الإحداثيات؟ طبعا كله بيقول برافو عليكم، مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة هو اللي بيوضح لي الألوان والرموز، فأنا أول ما أشوف الألوان والرموز أقول على طول مفتاح الخريطة. رقم 3 يشير لمعرفة المعلومات الواردة على الخريطة. أول ما أشوف كلمة المعلومات على طول بختار مقياس الرسم، ولا عنوان الخريطة، ولا شبكة الإحداثيات؟ طبعا عنوان الخريطة، لأن هو اللي بيعرف لي المعلومات الواردة على الخريطة. يبقى أول ما أشوف كلمة معلومات أقول أقول لا، عنوان الخريطة. يستخدم لحساب المسافة بين المواقع. أول ما أشوف كلمة المسافة أقول بقى، مقياس الرسم ولا شبكة الإحداثيات؟ طبعا مقياس الرسم هو اللي بيقيس المسافة، يبقى مسافة يعني يعني مقياس الرسم. آخر حاجة طبعا مفيش غيرها فهنحطها على النقط، لكن نفهمها برضو الأول. يطلق على خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول ودوائر العرض دي اسمها بقى؟ اسمها شبكة الإحداثيات. شبكة الإحداثيات. السؤال اللي بعد كده بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رأس السؤال اللي هو بيكون بلون مختلف، باللون الأزرق هنا. رأس السؤال يعني بيقولك انت هتعمل في السؤال ده، هنحط صح ولا خطأ. طيب الخريطة هي رسم لجزء من الأرض، لحد هنا صح، نمشي واحدة واحدة عشان ما يتلخبطش. الخريطة هي فعلا رسم لجزء من الأرض باستخدام الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. كل اللي أنا بقوله ده صح وحفظته، وده فعلا تعريف الخريطة. يبقى الإجابة هنا صح ولا خطأ؟ الإجابة هنا صح، مفيهاش حاجة خطأ. طيب 2 يظهر مدلول ومعنى الألوان والرموز. الألوان والرموز الموجودة على الخريطة ده بيظهر فين؟ في شبكة الإحداثيات. هي الإجابة دي صحيحة؟ برافو عليك. وطبعا إجابة خطأ، احنا لسه قايلين ان اول ما نقول ألوان ورموز نبص على مين؟ على مفتاح الخريطة، لكن مش شبكة الإحداثيات. يبقى الإجابة خطأ. رقم 3 الصور الفضائية. الصور الفضائية من الأدوات اللي بتستخدم في تحديد المواقع. الإجابة هنا فيها حاجة خطأ؟ طبعا السؤال هنا مفيهوش حاجة خطأ. فعلا الصور الجوية أو الفضائية الاتنين بيحددوا المواقع، يبقى الإجابة هنا صحيحة.
خطوط الطول ترسم بشكل عرضي أو عرضي على الخريطة. خطوط الطول اللي هي رأسية كده بيقولك إن هي بشكل عرضية ولا رأسية؟ طبعا رأسية، يبقى دي خطأ، يبقى الإجابة إيه؟ خاطئة. رقم 5، الصور الجوية تستطيع التقاط عدد أكبر من المواقع عن الصور الفضائية. الصور الجوية بتاخد أماكن أكتر، عدد مواقع أكبر من الفضائية. احنا قلنا العكس، إن الصور الفضائية هي اللي مواقع أكبر. مواقع إيه؟ أكبر. يبقى إيه؟ يبقى الإجابة هنا خطأ. السؤال اللي بعد كده بيقول ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. هنا أختار إجابة من الأربعة اللي مديهمني وأعمل عليها إيه؟ دايرة. دائرة العرض الرئيسية هي دائرة نقط. الرئيسية يعني اللي في النص. دائرة الاستواء ولا جرينتش ولا الشمالية ولا الجنوبية؟ طبعا دائرة الإيه؟ الاستواء. تختلف الصور الفضائية عن الصور الجوية في أنها تلتقط عن طريق نقط. هنا عايز الصور الفضائية بتلتقط عن طريق ايه؟ بتختلف عن دي، انها بتلتقط عن طريق الطائرات الفضائية ولا الأقمار الصناعية ولا السفن ولا القطارات؟ طبعا الصور الفضائية بالأقمار الصناعية. يستخدم نقط الخريطة في تحديد ملكية الأرض الزراعية. كلنا طبعا عرفناها. مين اللي بيستخدم الخريطة في الأرض الزراعية بتاعته؟ السائح ولا الضابط ولا الطالب ولا الفلاح؟ الايه؟ الفلاح. الجهة التي تقع بين الجنوب والشرق هي جهة ايه؟ نقط. من غير ما لخبط نفسي انا باخد الكلمتين اللي مديهم لي واكتب الجنوب الشرقي هم الكلمتين، يبقى الجنوب الايه؟ الشرقي. السؤال الرابع بيقول أمامك خريطة لمصر، حدد الحرف المناسب لكل عنصر مما يلي. خريطة مصر اللي قدامك دي عليها 4 حروف، حرف الألف، حرف الباء، حرف الدال، وحرف الجيم. احنا هنقرأ الاسم أو المعلومة اللي مديهاني هنا، وهبص واشوف هي رقم مين على الخريطة. يعني هنا عنوان الخريطة، أبص وأدور هو عنوان الخريطة هنا في ألف؟ لا طبعا. عنوان الخريطة هنا رقم باء اللي مشاور عليه هنا رقم باء؟ لا طبعا. عنوان الخريطة هنا رقم د؟ لا طبعا. يبقى عنوان الخريطة هنا اللي هو السهم الموجود تحت كده، طبعا العنوان بيتكتب تحت في أسفل الخريطة، يبقى هنا رقم مين؟ رقم جيم. يبقى عنوان الخريطة هو اللي تحت، رقم ايه؟ رقم جيم. طيب وردة البوصلة رقم د ولا باء ولا ألف؟ هو هنا ايه؟ السهم بيوريني وردة البوصلة، يبقى رقم ايه؟ رقم ألف. طيب مقياس الرسم، مقياس الايه؟ الرسم. رقم هنا احنا خلاص اخترنا رقم ألف او حرف ألف، واخترنا حرف الجيم، يبقى باء الدال والباء، الدال والايه؟ والباء. هنا مقياس الرسم بقى اللي هو دال الشكل ده ولا هو الشكل تبع باء؟ طبعا الشكل رقم اللي هو حرف ايه؟ حرف د، حرف الايه؟ الدال. كده مش باقي الا حرف الجيم. مفتاح الخريطة طبعا هنا. السؤال الخامس بقى بيقول اقرأ العبارات من العمود ألف، العمود ألف ده، ووصلها بالصور في العمود باء. هنقرأ العبارة ونوصلها بالصورة بتاعتها. رسم لسطح الأرض، من غير ما أكمل بقى، أول ما أقول رسم يبقى ده تعريف مين؟ تعريف الخريطة. رسم لسطح الأرض باستخدام الرموز والألوان، يبقى الخريطة. فين بقى الخريطة؟ اللي هو الشكل اللي قدامي ده ولا ده ولا ده؟ طبعا الخريطة اللي احنا عرفناها وذاكرناها هي دي، رقم ايه؟ رقم باء. طيب صورة يتم تصويرها باستخدام الطائرات. الطائرات هتصور لي ايه؟ مكان معين وايه؟ ويكون اكثر تفصيلا ودقة، يعني واضح وباين زي الصورة دي كده. يبقى هنا الصورة اللي بتستخدم او بتلتقط بالطائرات هي الصورة دي، اللي هو صورة ايه؟ صورة نهر الايه؟ النيل. طيب صورة يتم التقاطها بالأقمار الصناعية اللي هي أماكن بقى أكبر زي البحر الأحمر والمتوسط، ويعتبر دي كده مصر كلها، فمصور مكان أكبر من نهر النيل. من مصر كلها طبعا مكان إيه؟ أكبر، فدي بتستخدم بالأقمار الإيه؟ الصناعية.
اخر سؤال بقى وهو حدد العلاقة بين كل مفهومين. مديني حاجتين واحنا هنقول العلاقة. سؤال ما العلاقة اسهل سؤال، سهل جدا، لكن كلنا طبعا هنتخض من الكلام ده ونقول يعني ايه ما العلاقة. سؤال ما العلاقة بيقول اربط لي الاتنين ببعض، يعني قول لي الاتنين بيعملوا حاجة زي بعض، او دي بتساعد دي في حاجة او دي بتساعد دي في حاجة، فانا بربط الاتنين ببعض. زي ايه بقى؟ لما انا اقول خطوط الطول ودوائر العرض العلاقة بين الاتنين، يبقى انا عايزة التشابه ما بين الاتنين. الاتنين بيعملوا حاجة واحدة؟ طبعا الاتنين بيعملوا ايه؟ تحديد المواقع. يبقى انا كده ربطت الاتنين ببعض، او قلت حاجة الاتنين بيعملوها زي بعض. يبقى خطوط الطول ودوائر العرض العلاقة ما بينهم ان هما الاتنين بيستخدموا في تحديد المواقع، بس كده. طيب العلاقة ما بين الصور الجوية والصور الفضائية. الصور الجوية اللي هي بالطائرات، والصور الفضائية اللي هي بالأقمار الصناعية. العلاقة ما بين الاتنين بيعملوا ايه؟ نفس الكلام بالظبط، تحديد المواقع. فانا هنا سؤال ما العلاقة بجيب التشابه او الحاجة اللي الاتنين بيعملوها زي بعض. سؤال ما العلاقة سؤال ايه؟ سهل جدا. بكده نكون عرفنا طريقة الاسئلة بتيجي ازاي، وازاي اقرأ رأس السؤال الاول وافهمه واعرف هو عايز مني ايه، وازاي نجاوب على الاسئلة بطريقة بسيطة وسهلة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومات بطريقة بسيطة وتكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، واستنوني في باقي الاسئلة في الفيديو الجاي ان شاء الله، لكن تكونوا مذاكرين علشان انتوا اللي تجاوبوا الاسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.